بأحد الباحثين اليمنيين الذي شارك إخوانه في هذا اليوم السعيد، شاركهم الاحتفالية في شاطئ مدينة فائد. الأخ اسمك الكريم؟ أستاذ نجيب عبد الرحمن الحداد. أخ نجيب، في هذه المناسبة السعيدة نقول لك عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير وجميع أفراد أسرتك. شكرا جزيلا، وكل عام وأنتم بألف خير. وأحب أشكر القناة على هذه الاستضافة وهذه التغطية الإعلامية لهذه الرحلة المتميزة. أيضا كما أحب أن أهني هنا القيادة السياسية الممثلة بالزعيم الرمز عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية، ونقول له كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الفطر المبارك. كما نهني أبناء الشعب اليمني كافة ونقول لهم كل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله تعالى يعود عليكم هذه المناسبة لسنوات ودهور عديدة ومديدة. أخي نجيب، ما هو شعورك وانطباعك في هذا اليوم وأنت بين زملائك من الباحثين اليمنيين المشاركين في هذه الاحتفالية بشاطئ مدينة فائد؟ والله الشعور شعور جميل لا يوصف بمشاركة هذه الفرحة وهذا العيد وهذه الرحلة السياحية الترفيهية التي تفك عن كثير من الإخوة اليمنيين في القاهرة وما حولها من جانب ترفيهي ونتيجة لعملية الضغوطات الدراسية وغيرها، فهي تعمل جانب ترويحي عن النفس، وأيضا هي ابتهاج بهذا العيد وفرحة للكبار والصغار بهذه المناسبة العظيمة. هل من تهنئة خاصة لأحد سواء في الداخل أو في الخارج من الأهل والأصدقاء أو الزملاء؟ بالطبع نفس زي ما قلت أهني القيادة السياسية وأهني كافة الشعب اليمني، إلا أن هناك تهنئة خاصة إلى أسرتي الكريمة في الداخل وإلى جامعة تعز على وجه التحديد، وخص أيضا هنا في قسم الجغرافيا في جامعة تعز في كلية الآداب ممثلا برئيس قسمه وأعضاء القسم كافة دون أي مسميات، وإلى كافة الأصدقاء والزملاء في الداخل والخارج. أشكرك أخي نجيب، ومرة ثانية كل عام وأنت طيب، ويشرفنا أن نلتقي أيضا. وهنا يسرنا أن نلتقي بأحد الباحثين اليمنيين، فليتفضل معنا. اسمك الكريم؟ وليد سيف نايف المليكي. أخ وليد، عيد مبارك، كل عام وانت طيب. كل عام وانت بصحة وسلامة. أخ وليد، بهذه المناسبة هل من تهنئة يعني تود أن ترسلها للأهل والأصدقاء في اليمن بالداخل والخارج؟ وهن الشعب اليمني بالداخل والخارج، وعلى رأسهم القيادة السياسية ممثلة في فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، وهن الأهل والأصدقاء والزملاء. أشكرك أخي العزيز على هذه المقابلة، وإن شاء الله أن تكون يعني هذا اليوم يعود الله علينا هذا العيد وعلى جميع الأمة العربية والإسلامية باليمن والبركات. شكرا جزيلا وكل عام وأنتم بخير. يسرنا أن نلتقي بأحد الأخوات الباحثات في جمهورية مصر العربية والمشاركات إخوانهن الباحثين في هذا الاحتفالية بمناسبة عيد الفطر المبارك.